أخرى في هذا الحوار الذي نجريه من العاصمة الباكستانية إسلام آباد ومن داخل المسجد الأحمر مع مولانا عبد العزيز غازي إمام وخطيب المسجد الأحمر. لكن كان هناك أيضا حديث على أن أنكم أنتم كنتم تستخدمون السلاح في داخل المسجد، يعني حضرتم كميات من أسلحة، منها حتى أسلحة ثقيلة حينما كنتم تواجهون الجيش. لماذا تكون هذه الأسلحة بهذه الكميات في داخل المسجد؟ والجيش عرض هذه الأسلحة بعد عملية المسجد مباشرة في داخل جامعة حفصة. هذه الأسلحة الذي عرضت الأسلحة الجيش الباكستاني هذه ليست صحيحة. هم كما أنتم أيضا نظرتم، يمكن أن يكون في هذا الوقت نظرتم، هذا كل أسلحة جديدة، وها هنا في كل غرفة هم وضعوا الأسلحة الفاسفورس وأسلحة الثقيلة، كل الأسلحة. وكيف بقيت هذا؟ وإذا كان مثلا هذه راكت لانشر موجود، كما أنتم تعرفون أن قريب هذه الدبابات يذهبون قريب من جامعة حفصة، ولماذا ضربوا الطلاب هذه راكت لانشر على الدبابات؟ ليست واقعة موجودة أن الطلاب من الداخل ضربوا على الدبابة راكت لانشر، ولكن لانشر موجود في هذه الأسلحة. هذه كلها خطأ. نعم، بعض الأشياء قليلة موجودة للمحافظين الذي كانت نعم حارس. الآن الحارس عندي 6 أو 7 موجود الآن في هذا الوقت موجود وكانت في هذا الوقت كانت موجود لعبد الرشيد غازي ولجامع حفصة كثير من الحراس موجود. فهذه الحراس الذين إذا كان نظروا فهم وقفوا. نعم، لكن الكثير من العلماء في باكستان حتى في العالم الإسلامي اعتبروا أن ما قمتم به كان خطأ، وأن الخطوة التي قمتم بها بمحاولة تطبيق الشريعة في هذه المنطقة التي حول المسجد وما ناديتم به واستخدام السلاح ربما لم يكن صحيحا. ما رأيكم؟ أولا نحن كما جاء في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فنظن أن برويز مشرف هو سلطان جائر، فعلينا أن نجاهد مع سلطان الجائر. اتهمتم خلال الأزمة، كانت هناك تصريحات حكومية بأن لكم اتصالات مباشرة مع طالبان ومع القاعدة، وأنكم بتم تشكلون تهديد وخطر في قلب العاصمة. الصورة كانت كالتالي: أنتم في قلب العاصمة الباكستانية تحملون السلاح وتهددون الدولة، ولكم ارتباطات مباشرة مع القاعدة وطالبان. لا، ليس بيننا وبين القاعدة الرابطة خاصة موجودة، ولكن هم يحبون الإسلام ونحن نحب الإسلام. الآن يقولون الذي يحب الإسلام، فيقول كل واحد يقول هو طالبان، وكل واحد يقول هو القاعدة، فنحن أيضا هم يريدون الإسلام فنحن نريد الإسلام، ولكن يمكن أن يكون طريقتهم مختلفة وطريقتنا مختلفة، ولكن كل واحد الذي يحب الإسلام هو يريد تطبيق الشريعة. بعد حادثة المسجد الأحمر تحديدا كثرت العمليات الانتحارية في داخل باكستان. هل تؤيدون مثل هذه العمليات، خاصة أن نرى أنها باتت تقريبا بشبه يومية؟ أن مسألة الانتحارية هذا مسألة فقهية، ونحن لا نستطيع أن نقول لا يجوز ولا نستطيع أن نقول يجوز. وهذا العلماء الذين المفتي المحققون هم يعطون الفتوى، في بعض الأوقات هو يجوز وفي بعض الأوقات هو لا يجوز. فلهذا السبب أني لا أستطيع أن أقول هو يجوز أم لا يجوز. نحن نرى خلال على مدى السنوات الماضية بعض الذين يقومون بهذه العمليات يفجروا أنفسهم داخل المساجد، في الأسواق، يقتلون الناس في الشارع. هل ما رأيكم بها؟ المسلم لا يستطيع أن يفعل هذا في المسجد، وكما قلت أن لا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز في بعض الأوقات على الكفار يجوز في هذا الشيء. فبهذا السبب هذه مسألة تحقيقية، ليس مسألة فقط أخبارية نقول أو إعلانية أو إضاءة نحن نعطي له في الإضاءة شيئا. هذا مسألة تحقيقية. العلماء قد أجازوه بشرائط كثيرة، له شرائط هذه وهذه، وإذا كان هذه الشرائط يوجد يجوز، فإذا كان الشرائط لا يوجد لا يجوز.
ما هو وضعكم الآن؟ جامعة حفصة تم هدمها، بقي المسجد الأحمر حتى تم تغيير اسمه من قبل الحكومة، لم تعد تسميه رسميا المسجد الأحمر. أين ذهب الطلاب؟ يعني ما الذي تفعلونه الآن؟ الحمد لله عندنا المدارس كانت قبل ذلك أيضا كثيرة، الآن الحمد لله كثيرة موجودة، وقد بني المدارس الأخرى كثيرا والحمد لله. في هذا الوقت أيضا عندنا عدد الطلاب والطالبات أكثر من 6000، وعندنا جامعة فريدية هذا للبنين الحمد لله هو موجودة، وها هنا من درجات التحفيظ ومن درجات المتوسطة عامة خاصة إلى العالمية، حتى التخصص في اللغة العربية، تخصص في الفقه موجود. وهكذا للبنات أيضا الحمد لله مدارس موجودة، جامعة سمية، وأيضا جامعة فاطمة الزهراء، جامعة عائشة، جامعة سعودة، جامعة رقية، أم كلثوم، خنسة، كثير من المدارس الحمد لله لا زال موجود. فأيضا نحن بتوفيق الله سبحانه وتعالى بنينا كثيرا من المدارس، والآن نبني الحمد لله أيضا نبني. فإن شاء الله بوقت قريب نحن ننظر أن الشريعة يأتي في باكستان ونبني جامعة حفصة بأكبر إن شاء الله آلاف مرة الذي كانت موجودة. ألا تشعرون في بعض الأحيان حينما تفكروا فيما جرى في المسجد الأحمر ربما بأنه لو كان ما رجع الزمان لم تفعلوا هذا الأمر، أو بمعنى آخر هل تشعرون بالندم حتى ولو للحظات في حول ما جرى؟ الحمد لله ما فيه الندامة، بل ننظر أن الله سبحانه وتعالى، أنا أنظر وأنا أتفكر أن تضحيتنا تضحية صغيرة جدا، وثمراته ثمرات أكثر كثير جدا. الثمرات الذي أنظر في باكستان، كما أن الشعب الآن يريدون تطبيق الشريعة ويريدون التبدل النظام هكذا. أني أنظر أن كثير من في إذاعات يعني أنظر أن الناس إذا كان يبحثون أن هذا هو النظام، هو يعني وجه يعني سبب المسائل في باكستان. فلهذا السبب كثير من الناس أن يقولون لازم علينا أن نزيل هذا النظام ونأتي بنظام آخر. فكان قبل ذلك جميع الناس في باكستان يقولون أن هذا النظام هو يعني يحل بهذا النظام جميع المسائل، والآن عرفوا بعد هذه التضحية كل الناس، حتى يعني البيبلز بارتي وحتى مسلم ليج والشريف وهذا كلهم يقولون علينا أن نبدل النظام. ويأتي يقول تشيف جستس افتخار چودري لازم أن نبدل النظام، ويقول MQM الطاف حسين لازم أن نبدل النظام. فالآن كلهم عرفوا أن هذا النظام هو السبب لمسائل الذي في باكستان. كان قبل ذلك يقولون أن يحل، هذا هو شفاء لكل المسائل، والآن قد عرفوا بعد هذه التضحية الحمد لله أن هذا النظام لا يمشي في باكستان إلا بمدة قليلة. فلهذا نبدل، ولكن ليس عند أي أحد النظام الذي يقول أن هذا النظام إذا كان نبدل بأي نظام نبدل، فليس عندهم النظام. كلهم يقولون لازم علينا أن نبدل النظام، أن نبدل، ولكن ليس عندهم يعني شيء آخر. ولكن عندنا الحمد لله موجود أن نحن نقول نبدله هذا النظام بالقرآن والسنة. فلهذا السبب الحمد لله نحن مرتاحين، فنحن لا نقول أن هذه الحادثة ما وقعت كان أحسن، بل نقول أن هذه الحادثة حدثت وحادثة يعني صغيرة بالنسبة إلى الثمرات الذي ننظرها هنا وفي جميع العالم. الثمرات عجيبة جدا. فبهذا السبب نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل تضحياتنا، وثمراته كثيرة جدا، لا نستطيع أن نذكر أن هذه الثمرات ثمرات كثيرة الحمد لله. هل هناك جهة تعتقد أنها تهدد حياتكم؟ نحن لا نخاف من الموت، لأن نحن نتمنى كل يوم إذا كان يأتي هذا يوم الشهادة. في بعض الأوقات أنا أذهب أسافر في السيارة ويقولون أن هذه السيارة خلفك يا شيخ، هو يأتي يمكن أن يكون هو بمدة طويلة هو يأتي خلفك،
فيمكن أن يكون هو يقتلك. فأنا أقول إذا كان يقتلني الحمد لله، فأنا أريد القتل في سبيل الله. فهذا الموت الآن نحن عندي 50 سنة، فإذا كان أنا أبقي كم أبقي، فلهذا أنا أريد الشهادة. فلا الحمد لله بعد هذه الحادثة، قبل ذلك نحن نتمنى الشهادة، لأن والدي رحمه الله استشهد في مسجد الأحمر، والآن استشهد ابني وأخي الصغير ووالدتي وأقربائي. فأنا أريد أيضا من الله سبحانه وتعالى، وأدعو كل يوم الشهادة. الله سبحانه وتعالى يعطي لي الشهادة ويرزقني الجنة، جنة الفردوس، مع زملائي ومع والدي ووالدتي ومع ابني ومع أخي عبد الرشيد غازي. هل تعتقد أن هناك جهة ما تحاول أن تستهدفك أو أن تحاول اغتيالك؟ لا أعرف، لأنه هذا نحن نتوكل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وأني أعتقد كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. فلهذا السبب أعتقد لا يستطيع أحد أن يقول لي شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وها هنا في مسجد الأحمر وجامع حفصة الذي صارت حادثة، وهذا كان فيه فائدة عظيمة جدا للمسلمين. فبهذا السبب هذه الحادثة قد وقعت، وإذا كان ما فيه فائدة ما كان وقعت هذه الحادثة. فهذا وقعت، وأني أنظر الفوائد كثيرة جدا، وإن شاء الله بمدة قليلة ينظر جميع العالم الفائدة. هذه التضحية الذي وقعت في مسجد الأحمر وجامع حفصة، جميع العالم ينظر أن فائدته يأتي بأول تطبيق الشريعة في باكستان، وبعد ذلك في جميع العالم إن شاء الله.